نطلع من ترند نلقى روحنا في ترند تاني. أحلى ما في الترندات إنها سريعة وسهلة. حل الحطب سريع وسهل. أول حاجة محتاجة حليب بودرة محمس، ودي ما تجيني أسئلة على الحليب. لو تكور معك أو عطل في التحميص معناها الجودة متاعها رديئة، يعني من الأول خودي نوعية كويسة. نبو بسكويت دايجستيف أي نوع أنتم تحبوه. دايجستيف صناعة ليبية، واحد من منتجات شركة رياض. طعمته رهيبة يا بنات، خصوصا مع الشاي أو مع الشاي والحليب رهيب بنته. كوب ونص من بسكويت دايجستيف الواحات مع نص كوب من الحليب المحمص، وحطيت عليهم ملعقتين من قشطة أكاسيا. وتحطوا حليب محلى ما يعجنها، أنا خدت مني أقل من نص العلبة. نعجن كل المكونات بالكامل، نبرم العجينة بالشكل هدايا ونحطها في الفريز. تدهنوها بالشوكولاتة من جميع الجوانب عشان تحصلوا شكل جذع الشجرة. يفضل أن تديروها بالفرشة بالشكل هذا بشكل متكرر، يعني ديروا طبقات من الشوكولاتة وتقصوها بطريقة مايلة. سريع وسهل، وأنا عارفة هو قديم من زمان، بس كل مرة هيك تطلع لنا حاجات قديمة تطلع ترند. شركة رياض عندهم معمول الواحات خفيف ويدوب في الفم. في نكهات واجد عندهم، معمول حبة البركة، معمول بالقرفة، معمول بالهيل بدقيق قمح هدايا بنته رهيبة، ومعاها ترابيكة بدون سكر. وبس في حفظ الله.